السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بقى هنعمل النهاردة بقى عجينة السمبوسة. شايفين حلوة ازاي؟ كرمشتها وفردتها ولسه زي ما هي. عملنا كمية كبيرة جدا من كيلو الدقيق، هتكفينا ان شاء الله طول رمضان. طبعا انتوا عارفين عجينة السمبوسة كلفة بكام دلوقتي، فاحنا نعملها في البيت، ما بتاخدش مننا ولا تكلفة ولا جهد. تمام، يلا بينا. معايا هنا كيلو من الدقيق، احط عليه رشة ملح صغيرة قوي، واحط كمان معلقتين نشا. بالنسبه لمعلقتين نشا يا جماعه، هنشيل معلقتين من الدقيق وهنحط معلقتين نشا عشان يبقى كيلو بالتمام. تمام كده. بعد ما حطينا معلقتين النشا وذره الملح، هنبتدي نحط حوالي 5 معالق من الزيت. 5 معالق مش اكتر من كده. بس كده، دي كل مكوناتنا. في بقى معانا الميه، هنحطها بالتدريج. انا كميه الدقيق بتاعتي الكيلو ده اخد مني 2.5 كوباية من الميه العاديه، اللي هي الميه من الحنفيه العاديه يعني، ولا فتره ولا بارده. تمام. ابتدي بقى انزل باول كوبايه واخلط كده العجين. ممكن تعمليه على قديكي عادي، مفيش مشكله. والكوبايه ونص الباقيين هحطهم بالتدريج، لاني انا مش عارفه الدقيق بتاعي هياخد كميه سوائل قد ايه. بصوا انا هنا نزلت بالكوبايتين ولسه عايزه. تمام، هنزل بقى بالنص كوبايه برضو بالتدريج، لاني مش عايزاها تطرى مني وتبوظ، لان عجينه السمبوسه بتبقى جلسه، يعني بتبقى متماسكه، ولا ناشفه ولا طريه قوي. تمام، بتبقى عجينه مظبوطه. بصوا اخدت النص كوبايه اللي فاضله، يعني اخدت معايا معلقتين من النشا، شلنا بدلهم معلقتين من الدقيق وذره ملح و4 معالق زيت او 5 معالق، وكوبايتين ونص من الميه. طبعا انتي برضو اعملي زيي بالنسبه للسوائل، حطيها بالتدريج. يعني انزلي بالكوبايتين وخلي النص للاخر، عشان برضو كل دي بيفرق عن التاني. هنا كانت العجينه بتاعتي اتخلطت وبقت اتعجنت اهي، بقت كويسه قوي. وبعد كده بقى هنطلعها كده. عامه هي طبيعتها بتبقى بتلزق شويه، يعني بتمسكيها كده بتلزق، لكن مش بتلزق قوي. بتلزق قوي دي يعني هي انتي زودتي السوائل فيها، لكن هي طبيعتها بتلزق زي ما انتوا شايفينها كده، بس مش بتلزق قوي. اهو طلعتها بقى من حله العجان، وبعد كده دهنت العجان زيت. وبعد كده بقى هبتدي اسيبها 10 دقايق تهدى، يعني ترتاح. تمام، 10 دقايق بس، لان العجينه دي ولا فيها بيكنج باودر ولا فيها خميره، يعني احنا مش هنسيبها تخمر، هنسيبها بس 10 دقايق ترتاح. وبعد كده هنرجع لها تاني بعد ال10 دقايق. بصوا ارتاحت اهي، حطيت صباعي فيها زي الخمر بالظبط. بندوس عليها كده، مكان صباعك بيعلم. تمام. بصوا بقى هنا الكميه كلها اهي. هبتدي اقسم العجين لنصين. ادي النص الاول. تمام، هقسمها لنصين على اساس ان انا اعرف اشتغل فيها. ادي النص الاول اهو، عملته كده رول. تمام، وابتدي بقى اقسم الرول ده على 8 قطع. بعد بقى ما نقسمه على 8 قطع، هتشوفوا بقى هنعمل هنشتغل ازاي في العجينه. تمام. بصوا اهو، قسمنا الاول بالنص، وبعد كده هنقسم كل نص على 4 عشان ما تتلخبطوش. الخطوات سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه تتوه ولا اي حاجه صعبه. تمام. بصوا بقى كل قطعه هنعملها كده على شكل كوره، على اساس تبقى سهله علينا واحنا بنفرد يعني. اهو كده بالشكل ده، كل كوره كل قطعه هنعملها كوره. يا جماعه والله العظيم العجينه السمبوسه دي في البيت احلى وموفره جدا. انتي لو جبتي نص كيلو دقيق هيعملك برضو كميه حلوه، مش هتحتاجي ان انتي تشتري في رمضان لفه سمبوسك. وساعات بتطلع تخينه ولازقه في بعضها وطريه لما بعد ما بتقليها يعني. لا، انتي عامله هنا السمبوسه في البيت، وكمان نضيفه قوي وموفره معاكي جدا. يعني حاولي على قد ما تقدري تعملي كل حاجه في البيت. تمام. بصوا بقى دي الطريقه اللي انا بعمل بيها السمبوسه على طول، وطبعا في طرق كتير احلى من كده، بس انا اتعودت خلاص على الطريقه دي. بس اوعدكم ان انا ان شاء الله احاول احسن من الطريقه اللي انا بتعامل بيها، يعني اللي انا بتعامل بيها مع السمبوسه بالذات. ان في طريقه تانية يعني هحاول اعملها برضو معاكم وهقول لكم على النتيجه، بس دي الطريقه بتاعتي اللي انا بعمل بيها على طول. يعني
مفيش مشكله ان انا اقول لكم يعني على اخطائي. تمام، يعني انا مش عشان عندي قناه على اليوتيوب ان انا بعرف اعمل كل حاجه، لا، انا برضو بتعلم زيكم بالظبط. فاللي بعرف اعمله بوصله لكم على اساس انتوا تعملوه في البيت يعني. بصوا بقى، هنا عملنا كل نص على 8 قطع، يعني احنا هنا معانا 16 كوره. تمام، كل كوره بقى هنمسكها بالشكل ده. طبعا هنحط على الرخامه كده شويه دقيق عشان العجين ما يلزقش مننا، وهنفردها كده. هنفرد كل كوره دواير كده زي ما انتم شايفين، مش هنفردها قوي، هنفردها بالحجم ده. تمام، ندهنها بقى ايه زيت. طبعا هندهن بالفرشه، مش هنحط يعني كميه زيت كتير عشان احنا لسه هنفرد تاني، فمش عايزين الرخامه بتاعتنا تبقى متلغمطه زيت. هندهن كده بالفرشه، وبعد ما ندهن زيت هنحط كده دقيق من فوق على اساس ان الطبقات ما تلزقش في بعضها. تمام، لغايه دلوقتي كل خطوه واضحه. بصوا بقى، بعد ما دهنا كل الطبقات زيت وبعدين حطينا دقيق، حطيناهم فوق بعض، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ بصوا بقى، هندهن برضو، قصدي هنحط كده على الرخامه دقيق او على الترابيزه اللي بتفردي عليها، وهنبتدي بقى نجيب النشابه ونفرد كده بالطول المناسب لعجينه السمبوسه. شوفوا بقى انتوا بتجيبوا العجينه طول ايه وعرض ايه وهتعملوها بالشكل ده. تمام، سهله جدا. فردنا اهو، هنحاول نخليها شكل مربع او مستطيل. بصوا بقى، يعني انا بحاول قد ما اقدر اخليها مربع او مستطيل. في هنا غلطه يا جماعه هتشوفوها معايا، انا مش هقول لكم عليها دلوقتي، انتوا هتلاحظوها. تمام، بس انا برضو ما اتكسفتش ان انا انزل لكم الفيديو عشان برضو تاخدوا بالكم من الغلطه دي. اهو بصوا، هنفردها بقى على شكل مستطيل، وخدوا بالكم ما تطولوش قوي، لان دي برضو كانت غلطه من الغلطات، لاني انا ما كانش عندي حاجه اسوي عليها الطول ده، فاحنا مش عايزين نهدر عجين. بس انا بعمل كده كل مره، بس اوعدكم ان انا ان شاء الله هبتدي اظبط عجينه السمبوسه بعد كده. بس اهم حاجه معايا النتيجه، العجينه مظبوطه، ولما قليتها قرمشت، وكمان طعمها حلو جدا، وكمان طلعت لي طلعت لي ايه، طلعت لي يعني وفرت لي كتير، طلعت لي كميه كبيره من السمبوسه. دي كانت كل المميزات، لكن هي الغلطه الوحيده اللي انا غلطتها، لا غلطتين. غلطة اني انا طولتها قوي، وفي غلطة تانية هتشوفوها معايا في اخر الفيديو. تمام، ده بقى النص التاني. احنا كده عملنا النص الاولاني، كل 4 طبقات هنفردهم وندهنهم زيت ونفردهم. كل 4 طبقات هندهنهم زيت كده ونحطهم على بعض ونفردهم، هنركنهم على بعض، هنركنهم على جنب. تمام، لان العجينة دي يا جماعة بتاخد حوالي 5 ثواني، 5 ثواني مش 5 دقايق، 5 ثواني على كل وش، يعني 10 ثواني لكل طبقات. يعني كل واحدة هنحطها على الصينية بالشكل ده اهو، على الوش ده 5 ثواني والوش التاني 5 ثواني. فانا مش هينفع احط مثلا 4 طبقات على يستووا واروح افرد، هتنشف مني، فلازم اخلص كله عشان اشيل دي واحط دي، اشيل دي واحط دي. فاهمين قصدي؟ بصوا، انا كنت خلاص حطيت اول وش كده 5 ثواني بالظبط، وتروحي قلبه دي كده الوش التاني اهو. بصوا، اول ما بتستوي الطبقات بتتفصل عن بعضها. بصوا هنا بقى كانت اهي، بصوا شايفين؟ هوريكم بقى ايه الطبقات بتتفرد بكل سهوله ازاي. عامه الاطراف مش مشكله، ان احنا كده 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 هنشيل الاطراف دي، يعني هنسويها. تمام، شايفين شكلها؟ بصوا كمان ايديا باينه اهي من تحت من الناحيه التانية، وبصوا كرمشتها اهو. بصوا هفردها تاني زي الفل، بجد فيها طراوه فظيعه، وريحتها وطعمها حلو قوي. دي بقى كانت كل الكميه. هتعرفوا بقى ايه الغلطه؟ بصوا بقى الغلطه، الطبقات بتاعتي ما طلعتش كلها مقاس واحد. فانا لو قطعت العجينه كلها او سويت العجينه كلها وهي على بعض كده بالشكل ده، ههدر عجين كتير جدا، يعني ههدر كميه كبيره. فهعمل ايه؟ هاخد كل، يعني هحاول اوفق كل مقاس مع بعضيه واقسمهم اسويهم مع بعض. فاهمين قصدي؟ يعني هاخد المقاس اللي هو الكبير ده احطه مع بعضيه واسويه، واخد المقاس الصغير واحطه مع بعضيه واسويه كده لغايه ما كله يبقى مقاس واحد، وبعد كده اقطع. اهي دي الكميه بتاعتي، وده شويه العجين اللي انا سويتهم من الجناب. ولو كنت سويت كل العجين مع بعضه
كنت ههدر عجين كتير. لكن دي الغلطة اللي انا غلطتها يا جماعة. دي طبعا من تفريزات رمضان، هنحشيها مع بعض بس في فيديو منفصل، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.